السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعي الأهلي نادي القرن في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم. بعد توقيع أكرم توفيق رسميا مع الشمال القطري 3 مكاسب مدوية يحصدها النادي الأهلي. أعلنت تقارير صحفية قطرية عن توقيع أكرم توفيق لاعب وسط النادي الأهلي مع فريق الشمال القطري بشكل رسمي لينتقل إلى فريقه الجديد بداية من الموسم القادم. وقد كانت هناك مفاوضات مع النادي الأهلي مع أكرم توفيق قد تعثرت، وذلك بسبب الخلاف على التفاصيل المالية، حيث كان هناك فارق مادي كبير بين عرض القلعة الحمراء والمقابل المادي المعروض لضمه من الشمال القطري، وهو ما دفع اللاعب لفروض ولفرض شروطه. ومن المقرر أن يحصل أكرم توفيق من الشمال القطري على 150 مليون جنيه في 3 سنوات، وهو ما دفع اللاعب لرفض خطوة التجديد مع النادي الأهلي، حيث ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي. ويبقى هناك 3 مكاسب يحصدها النادي الأهلي من رحيل أكرم توفيق بهذه الطريقة: الحفاظ على أوضة اللبس رغم التأخر في خطوة تجديد عقد أكرم توفيق، ولكن يحسب في النهاية لإدارة النادي الأهلي عدم الرضوخ إلى ضغوطات اللاعب المالية بالحصول على 22 مليون جنيه في الموسم الواحد، وهو ما كان بمثابة إزعاج وضغط على خزينة القلعة الحمراء. فرصة ذهبية للاستفادة من قدرات عمر الساعي. سيكون النادي الأهلي أمامه فرصة ذهبية نحو الاستفادة من قدرات النجم المميز الكبير عمر الساعي في الفترة المقبلة، حيث يبذل جهدا كبيرا في التدريبات. وبدأ السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي يقتنع بخطوة منح عمر الساعي فرصة للمشاركة في المباريات القادمة. طبعا دي كانت أخبارنا النهاردة عن تجديد أكرم توفيق لنادي الشمال القطري. إمام عاشور يثير الذعر بالأهلي، وسيناريو عبد الله السعيد يتكرر بالحرف مع نجم الأهلي. تسبب إمام عاشور لاعب وسط النادي الأهلي ومنتخب مصر في حالة من الجدل الشديد في الساعات الماضية بشأن إصابته. يأتي ذلك بعد أن نشر إمام عاشور عبر حسابه الرسمي انستجرام للكشف عن قدمه المصابة، رغم وجود مخاوف بشدة من فترة غياب أهم لاعب في الفريق خلال الوقت الحالي. ويؤدي إمام عاشور بشكل فني مميز مع النادي الأهلي خلال الفترة الماضية، من حيث تسجيل وصناعة الأهداف بالقميص الأحمر، والتي كان آخرها هاتريك في لقاء استاد أبيجان في الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا، ومن ثم تسجيل ثنائية في مرمى الجونة على استاد القاهرة في الجولة الثامنة لبطولة الدوري المصري. والأهلي يرفض معاقبة أكرم توفيق بعد توضيح اللاعب. وفي نفس السياق نشر أكرم توفيق توضيحا عبر ستوري صفحته الرسمية على انستجرام، حيث أكد أنه لم يسيء أبدا لجمهور النادي الأهلي، موضحا أن رده على المشجع كان هتزعل، مشددا على احترامه الكبير للأهلي وجمهور الفريق العريق. وفي الوقت الذي نفى خلاله جهاز الكرة ووجود أي عقوبات سوف يتم فرضها ضد أكرم توفيق بعد الفيديو الذي ظهر على السوشيال ميديا في الساعات الماضية. ويأتي قرار جهاز الكرة في النادي الأهلي بعد التأكد من عدم خروج أكرم توفيق عن النص وعدم صحة ما قيل بشأن تطاوله على الجماهير الحمراء العريقة. ويذكر أن أكرم توفيق لم يتفق مع إدارة النادي الأهلي بشأن تجديد عقده مع القلعة الحمراء حتى هذه اللحظة، بالتزامن مع اقترابه من الانتقال إلى صفوف فريق الشمال القطري في الفترة المقبلة، في ظل وجود فارق كبير مادي بين عرض القلعة الحمراء وبين العرض الخارجي الذي وصل لضمه في الدوري القطري ليصل إلى 150 مليون جنيه خلال 3 سنوات. ويستعد النادي الأهلي تحت قيادة السويسري مارسيل كولر لخوض لقاء أورلاندو في الجولة السادسة من دور المجموعات، وكان المارد الأحمر قد ضمن التأهل لدور الثمانية
رفقة الفريق الجنوب أفريقي في حين خرج شباب بلوزداد واستاد أبيجان. لو عجبك الفيديو اعمل لايك وشير عشان يوصلك كل ما هو جديد عن النادي الأهلي ولاعيبة النادي الأهلي.